فوضى عارمة أمام فندق المنتخب الجزائري بكوت ديفوار بعد الإقصاء من بطولة كأس أفريقيا لعام 2023. قبل ما نبدأ في أي تفاصيل هاخد من وقتك كام ثانية كده في الصلاة على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في التعليقات. تجمع عدد من الجزائريين أمام الفندق الذي يقيم فيه المنتخب الجزائري في بواكي، مصرين على لقاء رئيس الاتحاد واللاعبين والمدرب جمال بالماضي بعد الخيبة الجديدة، وذلك بعد الهزيمة أمام موريتانيا 1-0 التي عجلت بوداع كأس أفريقيا في ساحل العاج. وخرجت الجماهير الجزائرية غاضبة من الخروج المبكر لمنتخب بلادها، وأصرت على البقاء إلى حين الاستجابة إلى طلبها، خاصة بعضهم من الذين نادوا بإقالة المدرب بالماضي. يخرج بعدها وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري ويحاول تهدئة الجماهير الذين حاولوا الاقتحام، لكنه لم ينجح في تلك المهمة بعدما رفضت الجماهير الحديث مع صادي، مشترطين عليه إقالة بالماضي. كما عبرت الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي عن غضبها الشديد من تراجع النتائج، وحملت المدرب الجزائري جمال بالماضي المسؤولية كاملة بعد أن مغادرته بطولة لكأس أفريقيا الجارية وقائعها في ساحل العاج. وجهت الجماهير الجزائرية سهام انتقادها صوب المدرب، حيث حملته مسؤوليته هذه الظهور السيء في العرس القاري. وسارع عشاق الخضر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مباراة موريتانيا إلى المطالب برحيل المدرب بطل أفريقيا 2019 من منصبه إثر هذا الإخفاق المدوي، حيث كتب أحد المشجعين بالماضي: شكرا على كل شيء وإلى اللقاء، لقد ضيعنا عامين معك، كفاية. والكاريزما تاعك على 11 جوار عندك انت ما قادرش تكاريزما عليه.